حاجه. انا لو كنعرف الام بصح سكتوا ما تقولوش على بنتي ساريكول هي التاليه. اسمحوا لي كنذكر الاسم ديالها، ولكن كنشوف انايا بعض المرات كيطلعوا لي اللايفات ديالها كتقول لهم الا بنتي. السلام عليكم، كيف نتوما؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وقناتكم بحر مريم منتقده. الى عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ما عجبكمش اعملوا ديسلايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم عبر مواقع التواصل. خليوا لي التعاليق ديالكم، نغزل على فنان بحالكم، وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الطاقه الايجابيه اللي كتعطيوني. شكرا على حبكم ليا، وانا كنحماق عليكم. ندخل الموضوع مباشره. موضوع بكريشه والابنه والزوجه او زوجة الاب. المهم اليوم هذه الحلقه خاصه وهذا الفيديو خاص بالابنه العاقه. شفت بزاف ديال لي فيديو كيتبارطاجاو على العاقه، ومنهم واحد لا فيديو اللي كتخرج كتقول فيه بان انا ما عنديش ام، لو كانت عندي ام كره دافعت عليا. وشوفوا ساريكول كتدافع على بنتها، ساريكول كتخرج وكتقول لهم الا بنتي. نجاوبك حنينتي. اول حاجه هذيك الام اللي انت كتقول بان انا ما عنديش ماماك وكانت امك وكانت هذيك الام كيف قلت لك البارح خدمات ودمرات عليك وخرجت تخدم عليك بالليالي و5 الصباح وهي مازال ما دخلت للدار على قبلك باش تكبر لك داك الكرعين وداك الكتفين وتوقفك على رجلك وتعملك بحال هكذاك قد البقره كتوزن 100 كيلو. فهمتي؟ هذه الاولى. ثانيا كون ما كانتش ما كانش غتوقف مع الاب ديالك وقفه رجل وتعمل لكم مستقبل ديالكم وتقركم وتكبركم. كون ما كانتش صالحه ما كانتش غتعمل بزاف الحاجات على قبلكم. كون ما كانتش صالحه كون سمحت في هذيك الديوتي ديال الاب ديالك شحال هادي. لان انا بعدا كشخص ما نقدرش، انا كانسانه كمري ما نقدرش نكون مع داك الشخص واخا وقع اللي وقع، ما نكملش معاه حتى يومين في نفس الدار، حيتاش لا رجوله لا ما تبقاش تحطو كزوج ولا كأب. فهمتي؟ هذه الاولى. ندوزو البارت 2. بالنسبه لان حقا محقه وماما وكانت انتي كنتي بنت صالحه، كنتي ابنه صالحه كيف وصى الرسول عليه الصلاه والسلام وكيف وصى ربي على الوالدين وعلى الام. ربي قال امك ثم ابوك، يعني 3 المرات ذكر الام عاد الاب، والمهم كيبقاو والدين بجوج. لو كنتي بصح ابنه صالحه ما كنتيش غتخرجي وتضربي في الام ديالك، انتي اللي بديتي عاد خرجت هي كتدافع على راسها بكونها لو كنتي انتي ابنه صالحه ما كنتيش غتخلي زوجة الاب تخرج تضرب في الام ديالك وانتي جالسه حداها وكتبكي وهي كتبكي وكتمسح لها في دموعها. نفكرك لو كنتي انتي ابنه صالحه ما كنتيش تخلي الاب ديالك يخرج يضرب في الام ديالك وغتقول له حدك تما هذيك راه كتبقى ماما، وغتقول هذيك حدك تما هذيك راه حبلات بيا و9 شهور انا كنخبط في كرشها وولداتني وتقطعات وتوجعات عليا وكبراتني وشرباتني وكلاتني وهزاتني وقفاتني على رجلي. شتي انت ما عندكش الحب ما عمرها يكون عندك حب لجوزتك. شتي انت ما عندكش حب الام ما عمره ما غيكون عندك حب لبنتك، وعقلي عليها مزيان. شتينا مادام ما عندكش الحنان على الام ديالك عمرك ما غيكون عندك الحنان على عجوزتك، ما عمر غيكون الحنان عندك مع بنتك، لان دائما غتكبر فيك ديك العقده، لان انت اصلا كيف قلت قبل وغنعاود نقولها قاصره في هيئه، او نقدر نقول باترونه في هيئه قاصره. اعتذر غلطت فيها. باترونه في هيئه قاصر. انت واحد الانسانه اول حاجه انانيه كتبغي راسك. انتي حبك للاب ديالك خليك تغضى على كل شيء، وحنا عارفين علاش ديك الحب كاين. اوكي؟ لان لا يعقل بنت صالحه كيف انتي كتدعي بانك ابنه صالحه انها تخرج تسب في الام ديالها وتعايرها وما تخلي ما تقولها وتقيس شرفها. تخيل معايا دابا الام كتحبل وتوحم وتوجع وتكبر وتولد وتكبر وتربي وتقري وتوصل في الاخر تخرج بنتها وتقول لها بلي انت كتقيل الدوري مع الرجال. شكون هما الرجال؟ هو يوسف زروالي اللي كيجري مع سعاد باش انها تاخذ الحق ديالها من زوج ظالم. تخيل معايا تخرج الابنه كبرتيها رجعتي لها كتافها اكثر من كتافك، تخرج جاي تقول عليك انت غير ام غير صالحه عفوا وكتقيل الدوري مع الرجال.
هادي راك كتخوني بابا، يعطيك اللقوه انت وديك باباك. يلا تخيلوا معايا كيفاش غتحس الام. وربي وصانع على الام، وربي وصانع على والدين مي صمم انه يوصينا على الام. الام راه عندها مكانه. الام راه ماشي انا اللي كنقول، راه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيقول، الكتاب ديالو كيقول ماشي انا. راه ما خصكش تقول وليدك حتى اوف، فما بالك تطلع ضرب في الام ديالك بديك الطريقه، وفي الاخر اجي عندنا وقلنا انتم ظالمين، انتم كذا وانتم كذا وانتم عصابه. حنا ماشي عصابه، حنا عمرنا كنا عصابه. عصابه هي اننا نتامروا عليكم ونمشيو ونهددوكم وما عرفش نعملوا لكم، هذه هي عصابه. مفهوم ديال العصابه، مفهوم ديال العصابه هي النصب والتهديد، اننا نكونوا عليكم عصابه باش نطيحوكم، واننا نكونوا كنعمل لكم شي حاجه في الواقع او حتى في المواقع كاع نكونوا كنشروا شي حاجه ديالكم حياتكم الخاصه. هذه هي في تكوين العصابه. حنا فقط كنعلقوا على مواضيعكم التافهه وعلى مشاكلكم الخامجه اللي كتحطوها لنا في السوشيال ميديا. ماشي حنا اللي جينا وهزينا الاسرار ديالكم وحياتكم الشخصيه وجينا كنتناقشوا فيها. نتوما اللي عطيتونا حياتكم الشخصيه، فاحنا من حقنا اننا نتناقشوا فيها، من حقنا اننا نهضروا فيها. ماشي نتوما مغطين وجهكم ما كتبانوش في السوشيال ميديا وحنا جينا قلبنا على صورتكم وحطيناها في السوشيال ميديا وقلنا شتي هاد الصور هادو ديال هذيك فلان وفلان اللي ما كيبينوش وجههم في قنواتهم. ماشي حنا. نتوما حاطين كمامركم اجسادكم عريانه في السوشيال ميديا وحنا كنتكلموا عليكم لانكم نتوما اللي بارطاجيتوا معنا مشاكلكم الفارغه التافهه. ما تجيوش عنا تقولنا تكوين عصابات. راه هاد الكلمه ديال تكوين عصابات راه حنا قادرين نرفع لكم شكايه بها. تكوين عصابه راه بزاف، هاد الكلمه وراها كبيره وما عارفينش نتوما شنو كتعني هاد الكلمه هادي. ماشي غير اجي وقول انك انت من العصابه ولا عندك عصابه ولا راكم كتكونوا عصابه. تفهمنا؟ وقبل ما تخرج تعطينا دروس في الاخلاق والتربيه فبدا من نفسك. بدا من نفسك انك لا اخلاق ولكن لا اخلاق لكن ولا تربيه. تفهمنا؟ لان فعلا سعاد خصها الضرب. سعاد ما عرفاتش تربي، او يمكن هي ربات والاب فسد، وفعلا داكشي اللي كيبان هي ربات والاب كان كيفسد، وفعلا خرجكم فاسدات، فعلا خرجكم فاسدين. طلعوا ضربوا في الام ديالكم، طلعوا بديك الشكل في اللباس ديالكم. ما كتسوقوا لحد، كتسوقوا حتى شي حد. وحنا ما كيهمناش هادشي، هذا لا يهمنا. حنا فقط اللي كيهمنا هو حنا ضد العقوق، حنا ضد سخط الوالدين، ضد سخط الام. حنا كندافعوا على وانا ما يمكنليش نجي ندافع عليك نتينا مسخوطه ونجي ضد الام. مستحيل. الام شي حاجه اللي هي مقدسه. ما يمكنش انا نجي انا عندي في الحياه وكنعمل مجهودي وكنعمل اكثر من مجهودي باش نخليها فرحانه ونخليها عايشه مرتاحه وما نخليش شي حد يبكيها ولا ينزل دمعه منها نطلع في السوشيال ميديا نسبها. انا عندي في الحياه اللي ما نخليش شعره تقيسها وكنضحي على قبلها نجي ندافع انا على واحد الحماريه كتسب في الام ديالها. مستحيل. عمرها ما تكون انني نجي ضد الام. نهار جيت ضد والدين احمد فالا انني شفت الكواليس كان عليا انني نجد ضدهم، وما جيتش ضدهم كوالدين، جيت ضدهم كشيخ وعجوزه. ما جيتش ضدهم انهم والدين ولا ما كنتش كندخل بينهم ما بين ولدهم، ما كنتش كندافع على ولدهم ولا مشاكل بيناتهم. كنت ضد داكشي اللي كيتعدى للعروسه والحمات والشيخ. يعني حتى علاقه الوالدين تما كتقولوا لنا حقا ما حقا نتوما فسدتوا عائلات. شكون هما العائلات اللي فسدنا اللي فرقنا؟ عمرنا فرقنا شي عائلات، عمرنا فرقنا عائلات. اللي طالعين كتقولوا حنايا وكتجيو كتنتقدونا، حنا سيادكم وللياتكم انتقدناهم. سيادكم وللياتكم الاباطره ديال اليوتيوب ونهار غلطوا ما عقلناش عليهم. بالنسبه للعجوزه اللي طلعت كتقول هذيك المحبه، شكون اللي قالك حنا كنحبوا شي حد؟ القنوات ما عمرهم ما حبوا شي حد. حنا ما كندافعوش على سعاد حبا فيها، حنا ما كندافعوش على سعاد لاننا كنبغيوها. حنا ما كنبغيو حتى شي واحد،
شوف، هاد المفهوم هذا ديال اننا كندافعوا على شي حد حيتاش كنبغيوه حيت صديق، لا ما كاينش، غير حيدوه من بالكم. حنا عمرنا قنوات طلعوا دافعوا على شي حد حيت صديق، كنطلعوا ندافعوا على المنطق، كنهضروا على شي حاجه اللي هي لوجيك. اما اننا ندافعوا على شي حد حيت كنبغيوه، راه عمرها ما كانت. ما كاينش شي قناه كتبغي شي قناه، ها كونوا هانيين. راه اسماء بيوتي من الاباطره ديال اليوتيوب من صناع المحتوى ديال اليوتيوب كانوا كيدافعوا عليها قنوات كبار، ودافعوا عليها وكانوا كيدافعوا عليها بشراسه، وترفعت عليهم الشكايات، ونهار لقاو اسماء فيها ديفو صغيور خرجوا ما عقلوش عليها، صبنوها ومن اسماء بيوتي عداد. فمن انتم باش حنا ما نطلعوش ننتقدوكم؟ شكون هتكونوا نتوما مجرد الزبل ديال اليوتيوب، من اوسخ العائلات اليوتيوبيه اللي تبانت في السوشيال ميديا المغربيه، من اوسخ العائلات، من اوسخ اليوتيوبر، من اوسخ القنوات هي العائله ديال البدويه، وطاسيتها وتركتها وداكشي كامل اللي دايز عليها. حيدوا لنا سميره وسعاد، لان حنا كنتكلموا سميره كانت زوجه مظلومه ودافعنا عليها ودافعنا على الحقوق ديال اولادها، وسعاد كندافعوا عليها لانها ام سالينا. ما فهمناش حنايا دابا حنا خصنا نجيو ضد سعاد وندافعوا على الوسخ، ندافعوا على الفساد، ندافعوا على قله اللحيه، ندافعوا على قله الترابي، ندافعوا على السخط باش تكونوا مرتاحين. عمرها ما تكون لكم ابدا، عمرها ما تكون لكم. حنا ما كندافعوش على هذه الفئه ديال الوسخ بصفه عامه، حنا كندافعوا على ناس نقيه، ناس اللي كتستاهل ندافعوا عليها. لكن فاش كيكون موضوع بحال هذا خصو يوصل الراي العام، راه غيوصل. وماشي حنا اللي كنا السبب في الاعتقال ديال بوكريشه. سبب الاعتقال بوكريشه هما افعال وزبايل وفمو فهمتوا؟ السبب اللي خلى بوكريشه انه يتعتقل هو اللسان ديالو، لسانه، ماشي حيتاش طاول او سب او قذف او ضرب في شي قناه، لا، مشى بعيد، بغى يضرب السلطات بفمو. سحب لك السلطات ناعسه، يسحب لكم من القانون ما كاينش في البلاد. القانون شي القضاء والله الا كيعطي فرصه، كيعطي فرصه فرصه فرصه، نهار كيجمع لك حساب ما كيعقلش عليك، لان القضاء عطاه فرصه. شي السلطات عطاو فرصه لهاد السيد هذا، عطاو فرصه وشكايات وكذا، ومع ذلك ما كانوش كيبغيو يعتقلوه، لان مازال ما كاينش ادله اللي هي ثابته واضحه باش انه يعتقلوه. ولكن نهار طاح في يديهم وبالدليل ما عقلوش عليه. لكن ما سحب لكم عنا السيبه في هذا البلاد، يسحب لكم عنا صافي اللي جا من والا صافي يدوزو ها هو مشى. راه عنا بلاد القانون هذه، راه بلاد القانون وشي حاجه ما كتزقل. شي كاع القنوات، انا كنأكد لكم هاد الهضره هذه من قلب الحدث، الناس في الواقع كنعرفهم وكل شيء، من العائله ديالي وكل شيء. شي القنوات كاملين في السوشيال ميديا، قنوات المنتقده، قنوات الكبار ولا قنوات المنتقده عفوا، كلهم مراقبين من رجال الحموشي كلهم، وتحياتي ليهم كاملين، لان الحمد لله كيعملوا خدمه ديالهم وعاملين اكثر من جهدهم. راه نهار اللي كيشوفوا شي حاجه اللي هي باقيين كيبحثوا عليها، ما اعتقلوش ديك السيد، راه مازال كيبحثوا كيقلبوا على ادله ضامغه، ادله اللي هي كتسال انه ديك السيد تعتقل عليها. راه ماشي كيميكو، لا، راه عاملين خدمتهم، راه كيقلبوا على بزاف ديال الحاجات. اقسم بالله لكن اكد لكم بان اي قناه منتقده مراقبه من ديالي وجبد، اي قناه منتقده تحت المجهر، تفهمنا؟ فما يجيش بنادم يبقى عامل فيه زعما واعر ومطور وبوم وكذا وهو كذا وكذا، ما كاين لا كذا لا كذا. نهار طيح في المقله تقلى سالينا. وحنا قنوات المنتقده ما كنجيوش ندقوا على اسراركم وبيوتكم ونقول لكم جيبوا لنا حياتكم الشخصيه. كتحطوا حياتكم الشخصيه في السوشيال ميديا، اذا تحملوا العواقب ديالها، تحملوا عواقبها، لان حتى حنايا راه عندنا راي ديالنا ومن حقنا نطلعوا ونكبروا الموضوع ونوصلوه الراي العام الا كان كيستاهل. فاش انا تخرج تقول لنا بان كاين موضوع ديال زينه المحارم، اذا خصو الموضوع يوصل للسلطات، خص الموضوع يولي رأي عام باش نشوفوا واش بصح هادشي كاين. الا كانت الام غالطه وكتتهم ومجرد كتعمل بالسيد وشايات كاذبه واتهامات كاذبه، فاش تمشي تربى. الا كان السيد فعلا متهم والادله كتثبت على انه متهم في زينه المحارم، خصو يمشي يتربى.
تفهمنا؟ فما تجيوش دابا تمثلوا علينا ملائكه ونحن نتوما اللي مظلومين وحنا ظالمين. عمر القنوات المنتقده ما كانت ظالمه، وعمرنا ما مشينا ودقينا في بابكم وجبدنا اسراركم وحطيناها في السوشيال ميديا. انتم من تصنعون من مشاكلكم شهره، وحنا من حقنا. ولكن الموضوع يستاهل انه يكبر، راه غادي يكبر. اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.